بس بقى مش كده، مش كل يوم على الحال ده. انا خلاص فاض بيا، ما تشوف لك حد تاني. قال لي اشوف حد زي مين يعني؟ وبعدين هو انا خلاص ما بقتش مال عينك؟ ده انا من ساعة ما ابني سافر وانا اللي موجود بداله. ايه اللي غير بقى موقفك دلوقتي؟ قلت له انا ما اتغيرتش، بس انت حماية ولا كأنك شاب في العشرين، وانا ما عدتش قادرة. ده صبح وليل يا اخويا، ومين بس الست اللي تقدر على الحال ده؟ قال لي كتير، بس ايه رأيك علشان تعرفي بس ان الشباب الصغير ده مش هو المطلوب، وان اللي زيلي هو اللي هيجيبلك المفيد. وانا دلوقتي هخليكي بقى تحسي احساس تاني. اصلا انا النهاردة حاسس كأني رجعت شاب العشرين بجد. قلت له ايه ده يا خرابي، كل ده وانا بقى هقدر عليه ازاي؟ وساعتها طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجة، لكن انا دلوقتي هقول لكم الموضوع من البداية للنهاية. لكن قبل ما احكي لكم الحكاية، عايزاكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، واللي لسه مشتركش علشان الفيديوهات تنزله بسرعة. وياريت تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل اشعار بالحاجات الجديدة والجميلة والحصرية اللي بنزلها عندي على القناة. ودلوقتي يلا نبدأ قصتنا. انا سناء، اتجوزت من سنة، وكنت متفقة مع جوزي ان من اول ما نتجوز هيقعد معايا شهرين كده ولا حاجة، وبعدين هيسافر الخليج، لانه كان جاي اجازة. بس كان جاي علشان خاطر يتجوز، وكمان علشان يلاقي حد يونس ابوه. وانا كنت موافقة، وفعلا اتجوزنا وعدوا الشهرين بسرعة. ولقيته بيقولي انا خلاص مسافر. قلت له ايه ده، هم بس شهرين لحقوا يخلصوا بسرعة كده؟ قالي ايوه. قلت له طب ما سافر معاك. قالي طب ابويا يا فلحة مين اللي هياخد باله منه؟ قلت له احنا ممكن نشوف له اي حد يخدمه، واحنا نبقى ننزل له اجازات. قال لي يعني ينفع اكون متجوز واحده زي القمر زيك كده، وتقدر تشيل مسؤوليه ابويا والبيت في غيابي، واروح اجيب له واحده غريبه تقعد في بيتنا؟ قلت له اه عندك حق، ما هو ما ينفعش، بس برضه ما ينفعش تسيبني، انا لسه عروسه جديده، وانت يعني ما قلتليش ان الموضوع هيبقى بسرعه كده. قال لي هو ايه ده، انتي مش متفقه معايا؟ هو انتي مش عارفه ان انا هسافر بعد الجواز بشهرين؟ قلت له ايوه، بس ما كنتش عارفه ان الجواز حلو قوي كده، علشان كده انا مش عايزاك تسافر. قعد يضحك وقال لي بطلي بقى عبط، وبقولك ايه، انا مش عايز ضلع اكتر من كده. قلت له خلاص سافر. قال لي وابويا كل يوم لازم تنزلي له وتشوفي طلباته، ويا اما بقى هو يقعد معاكي هنا في الشقه، يا اما انتي تنزلي تحت في شقته وتقعدي معاه. قلت له بص سافر انت وانت مطمن، وموضوع الطلوع والنزول ده انا هظبطها انا وابوك مع بعضنا، ملكش انت دعوة. وفعلا خلص جوزي اوراق السفر وسافر، وكنا كل يوم يعني بنطمن على بعض وبنتصل ببعض. وكان كل يوم كده يعني يتصل بيا فيديو كول علشان يشوفني واشوفه ونطمن على بعض وهنصبر بعض. لكن بصراحة المكالمات دي ما كانتش بتعمل معايا اي حاجة. انا كنت ببقى متضايقة وحاسة ان انا محتاجة جوزي ومش لاقياه، وما كنتش عارفة اعمل ايه. واتكلمت معاه اكتر من مرة، كان يقعد يقولي كلام حلو وكلام معسول بتاعه، وانا كنت خلاص زهقت وتعودت على الكلام بتاعه. وكنت كل يوم والتاني انزل عند حماية، لانه كان بيرفض ان هو يطلع يقعد معايا في الشقة، معرفش ليه. بس انا كنت بنزل يعني كل يوم انضف له البيت واعمل له اكله واحتياجاته. لكن اللي انا لاحظته انه كل ما انزل عنده تحت بيختفي، معرفش بيروح فين. وكل مرة كنت بسأل نفسي هو يا ترى بيروح فين كده، واشمعنى يعني اول ما بنزل ده زي ما يكون ظابط نفسه على ميعادي، يا اما بقى هو مش حابب انه يقعد معايا. وفي يوم من الايام اول ما نزلت عنده ولقيته بيبتدي كده يدخل اوضته ويختفي، قلت له جرى ايه يا حماية، هو انت مش عايز تقعد معايا هنا ولا ايه؟ قال لي لا طبعا، انت مين اللي قالك الكلام ده؟ قلت له اصل بصراحة انا كل ما اجي وادخل يعني بلاقيك بتختفي فجأة. قال لي لا لا، اصل انا بدخل ارتاح شوية عقبال ما انت تخلصي يعني شغل البيت اللي وراكي. لكن بصراحة كلامه ده ما اقنعنيش، وكنت ببقى عايزة اعرف هو بيعمل ايه بالظبط. وفي يوم من الأيام سمعت صوت عالي جاي من أوضته، وأنا كنت وقتها في المطبخ، والمطبخ كان قريب قوي من أوضة حماية اللي هي أوضة النوم بتاعته. وطبعا أنا عارفة ومتأكدة إن هو عايش لوحده، أصل هو على الحال ده من يوم ما حماتي ماتت، ده حتى ما بيخليش أي حد يدخل البيت سواء كان غريب أو قريب منه، ولا حد بيجي عنده. كمان هو ما بيحبش كده،
لكن انا طبعا بحكم ان انا مرات ابنه كنت بنزل بس يا دوب اعمل الحاجات اللي هو محتاجها، وكنت بطلع على طول. لكن اليوم ده الصوت كان جاي زي ما بقولكم كده من اوضته عالي جدا. حاولت ان انا اطلع بره وكنت فاكرة ان انا نسيت التلفزيون والع، وان هو طبعا ممكن يقوم يزعقلي من الصوت العالي ده. لكن لما طلعت في الصالة ما لقيتش التلفزيون والع ولا حاجة. والغريبة بقى ان الصوت اللي كان موجود ده صوت، يعني صوت واحدة مع واحد، صوت واحدة مع جوزها يعني وكده، والصوت عالي لدرجة ان هي نسيت نفسها. وانا بقى فكرت في الوقت ده ان حماية مع حد في الأوضة. ضحكت وقلت في سري ينيلك يا حماية، معقول في السن ده وقادر؟ يا لهوي. لكن لما قربت من باب الأوضة علشان اشوف مين اللي معاه ما لقيتش حد، ولقيته ماسك في ايده تليفون وعمال يعني بيتفرج على حاجاته مندمج قوي، واللي انا شفته محدش يتخيله. يا نهار ابيض، ايه كل ده؟ ده انت ابنك يجي جنبك صفر على الشمال ومفيش مقارنة ابدا ما بينه وما بين جوزي. معقول ده كله مستخبي؟ يا حماتي اتريكي كنت مبسوطة. وفضلت بقى على الحال ده ووقفت اتفرجت، وتقريبا كان الوقت كده عدى عليه اكتر من نص ساعة، وهو زي ما هو لا تعب ولا زهق. وانا كنت خلاص رجليا وجعتني من كتر الوقفة. وفجأة ومن غير قصد كده زقيت الباب ودخلت جوه الأوضة عنده. وهو أول ما شافني اتخض وما كانش حتى عارف يقفل صوت التليفون. ووقتها قعد يزعقلي ويقول لي ايه ده، انت ايه اللي دخلك هنا؟ لكن انا كنت مبلمة كده ومش عارفة ارد. اصلا انا اللي شفت قدامي على الحقيقة حاجة تخض اي ست، وهو ما كانش مصدق في الوقت ده. وحماية فجأة عينيه لمعت وابتدى يعمل معايا حاجات، وانا الصراحة يعني ما كنتش يعني في وعي، كنت حاسة ان انا في دنيا تانية. ومن اليوم ده ابتدى كل يوم على ده الحال، لحد ما انا في يوم قلت لا بقى كفاية، كفاية كده، ما ينفعش اكون ماشية في الطريق اللي انا ماشية فيه، وانا مش هنزل بقى اليوم ده. وفعلا اليوم ده منزلتش، فلقيته هو اللي طلع عندي، ولقيته بيقولي جرى ايه يا مرات ابني، هو مش المفروض كنت تنزلي ولا ايه؟ قلت له انا بصراحة مش عايزة انزل تاني ولا نعمل اي حاجة. قال لي والله هو انا مش المفروض بدل ابنك في جيبه واعمل كل اللي هو بيعمله؟ وبيقول لي انتي مالك كده، ايه اللي غيرك فجأة؟ قلت له اهو كده بقى، انا مش عايزه اعمل كده تاني. لقيته فجأة بيهددني وبيقول لي لو بطلتي اللي انتي بتعمليه ده معايا انا هقول حاجات لجوزك هخليه يطلقك على طول، وهقول له حاجات عنك مش كويسه، وابني بقى ساعتها هيصدقني ويسمع كلامه ويطلقك ويرميكي في الشارع. وبصراحة من ساعة التهديد ده وانا ما بقيتش عارفة اعمل ايه، وكل يوم بنزله علشان خايفة ان هو يقول حاجة لجوزي ويخرب عليا جوازي وحياتي. وطبعا لو هو قال اي حاجة لجوزي طبعا جوزي هيصدقها اول واحد لانه ابوه وبيحبه وبيثق فيه. فانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي او اتصرف ازاي. ما هو انا قدامي دلوقتي حل من الاتنين، يا اما اتطلق واتفضح يا اما افضل مع حماية. مستنية تنصحوني وتقولولي اعمل ايه؟ يمكن حد فيكو قبل كده مر بالتجربة دي. يا ريت تنصحوني وتقولولي اعمل ايه. مستنية كل ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات، ويا ريت تنصحوني وتقولولي بدون تجريح.